من كان يصدق أن العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي سيودع البطولة القارية على يد زعيم الكرة السعودية؟ ليلة لن تنسى في تاريخ كرة القدم، ليلة كتب فيها اسم الهلال بقوة في أرجاء الملاعب العالمية بعدما أسقط بطل أوروبا مانشستر سيتي بنتيجة صادمة 4-3 في مواجهة نارية لن تمحى من الذاكرة. جماهير السيتي لم تكن تتوقع هذا السيناريو، وغوارديولا نفسه بدا مذهولا، لكنه لم يتردد في الاعتراف. الهلال كان أفضل في الهجمات المرتدة، وبونو كان سدا منيعا تصدى ببراعة ومنع السيتي من العودة في اللقاء. الهلال لعب بذكاء، لم يتراجع كثيرا ولم يندفع بتهور، بل اختار التوقيت المثالي لضرب دفاعات السيتي واستغل الفرص بأعلى درجات الحسم. أما السيتي فرغم خلقه لعدة فرص محققة فشل في استغلالها بسبب براعة بونو في التصديات وتماسك دفاع الهلال. غوارديولا قالها بوضوح: بدنا مجهودا كبيرا، لكننا سمحنا لهم بخلق فرص عبر المرتدات، وكان علينا أن نسجل، لكننا لم نكن حاسمين، وبونو تصدى لكل شيء. المدرب الإسباني عبر عن حزنه للخروج المبكر، واعتبره أمرا مؤسفا، خصوصا أن الفريق كان في حالة بدنية وفنية جيدة، لكنه أضاف أيضا أن هناك أمورا إيجابية لاحظها، منها تحسن العلاقات داخل الجهاز الفني وروح التعاون بين اللاعبين، وهو ما يعطي إشارات قوية لمستقبل الفريق رغم هذه الكبوة المؤلمة. غوارديولا لم يخفي إعجابه بمستوى الهلال، ولم يقلل من قيمة المنافس، بل أظهر احتراما كبيرا لما قدمه ممثل السعودية في هذه المواجهة التاريخية. هذه المباراة رغم مرارتها لعشاق السيتي حملت رسائل كثيرة، أبرزها أن الكرة لم تعد تحسم بالأسماء فقط، بل بالمجهود والتركيز والانضباط التكتيكي. الهلال لم يقصي فقط السيتي من البطولة، بل أرسل تحذيرا قويا لكل المنافسين: نحن هنا ولسنا ضيوف شرف. والآن الزعيم على موعد جديد أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي يوم الجمعة القادم في تمام 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة. مباراة تعد بأن تكون قمة نارية أخرى، فهل يواصل الهلال مفاجآته ويشق طريقه نحو المجد القاري؟ كل شيء وارد، لأن الهلال أثبت الليلة أنه لا يعرف المستحيل. تابعونا للمزيد من التحليلات والتغطيات الحصرية لأقوى مباريات البطولة، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.